بالسلام. سؤالك يا جاسم. حياك الله. كان بسلام. بس بسلام. طيب سلامنا لأهل العراق. لا صبر عبد الرحمن. غايب ولا مغيب على الإعلام السعودي؟ والله يا أخي لا أعرف أني مغيب. أنا طيب. الوزير الفارسي كان منعني من الظهور في الإعلام السعودي، ثم تبعه إياد مدني، ثم الوزير الحالي أنا لا أعلم ما موقفه يعني من ظهوري. ليس أنا فقط، مجموعة من الدعاة كنا ممنوعين من الإعلام السعودي لأنهم الوزراء السابقون كانوا يريدون توجها معينا للإعلام، ربما أننا لا نتوافق مع هذا التوجه يعني الذي يريدونه، لكن ولله الحمد الآن الإعلام يعني تستطيع أن أنا أطلع يعني في قنوات يعني الحمد لله. برنامجي في قناة اقرأ الإحصائيات تقول أن مشاهديه يتعدون 20 مليون ما شاء الله. في قناة دبي أيضا لبرنامج لا أعرف كم الإحصائية، لكن هو أيضا له مشاهدة. لكن ترانا في هالبرنامج احنا يعني مي بهذه على قولتها النجد بيضة الديك، يعني احنا نريد أن نستضيفك بشكل أبدا بين فترة وفترة. شرف وفترة. لي. أختم بهذا السؤال، إنه في إشاعة إنه أنت يعني أولا إنه بكل اسم كل المشاهدين نقول الحمد لله على السلامة بعد العملية الفائتة، ونطمن المشاهدين على صحتك. الله يجزيك. أنت يعني يشاع أنك كنت تريد تسوي العملية في ألمانيا، خفت من الملاحقة القانونية بحكم أنك تكلمت على المرجع الشيعي السيستاني، يعني استخرت عن تلك العملية. لا، ليس هذا هو السبب. السبب في ذلك أنه كنت متفق مع بعض الأطباء هنا لإجرائها، واتصلت أيضا بالسفارة في ألمانيا ونسقت الموضوع، موضوع سفري، ثم استخرت الله تعالى ورأيت أن إجراءها في البلد وعلى يد أطباء سعوديين موفقين هو أحسن وأولى، وهذا الذي حدث. أما مسألة ملاحقة قانونية ولا غيره فأنا ما عندي شيء من ذلك والله الحمد. محمد العريفي مفتي ولا داعية؟ كلاهما. مفتي وداعية. نعم. الأحداث الأخيرة في العالم العربي من أشراط الساعة، عندك أنت تخصص في هذا الجانب. نعم. أنا ألفت كتاب في أشراط الساعة، ومن أشراط الساعة وجود الاضطراب، وجود الفتن، قد تكون هذه منها يعني، وأيضا لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، وكثرة الهرج، كثرة القتل أيضا. نعم. يعني يوم القيامة 2012؟ لا ما أدري، علمه عند ربي. شكرا لك سعادة الدكتور.